اهلا بيكم على اختين ريمو وريتا. النهارده بقى هنجيب لكم وصفه من الاخر هتخلي شعركم تحفه زي اميرات الديزني. يلا بس قولي لنا بقى ايه اللي في الكوبايه دي. طيب اللي في الكوبايه دي عندنا اول حاجه احنا جبنا من عند العطار روزماري ب5 جنيه عشان يقضينا طول الشهر. وده ايه ده؟ وكركديه وجبنا كركديه برضو ب5 جنيه. ده ايه؟ وده نعناع جف برضو يعني كله مجفف. طيب انت عماله تقولي مكونات، هو انت اصلا عايزه تعملي وصفه لايه؟ ايوه، طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايزك تشتغل معايا. شعرنا عشان توقف عشان توقف نمو الشعر. عشان تطول الشعر وتوقف القشره. بس بقى كده ظهرت قوي. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. الايه؟ تمام. توقفش وتنميه وتبقى وتنمي اه التعليم 100 100. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام. ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. يعني تطولوا وتنعموا وتكثفوا وتوقف القشره اللي هي اصلا بسببها بتعمل ايه؟ تساقط للشعر. برافو عليكم. تمام. فانت جبت لنا حاجات ب5 جنيه من العطار. تمام صح كده؟ ده اللي انا فهمته. ايوه. وقلت لنا بقى ايه اللي ب5 جنيه؟ قلنا روزماري، كركديه ونعناع. تمام. وبعد كده عملتي بيهم ايه؟ حطيناهم كلهم في كوبايه وحطينا فوقيهم ميه مغليه وسبناها نص ساعه كده عشان تتنقع وطلع لنا بقى ايه اللون الجميل ده. تمام. طيب بعد كده ما نقعتيهم في خطوه تانية بنعملها، ان احنا بنجيب البصله وبنفرمها في الكبه وبعديها بنحطها معاهم ونصفي ميتها معاهم. يعني نصفي ايه بعد ما تفرميها؟ بتصفيها وتاخدي ميتها وتحطيها على الميه اللي انت غليتيها دي بتاعت الكركديه. ايوه صح كده؟ صح. تمام. طيب البصله دي المفروض نستخدمها على طول ولا نسيبها براحتها؟ لا نستخدمها على طول. لا ده انا هعيط، ده انا مش قادر اتكلم، ده انا مكتوم. نستخدمها على طول عشان ايوه، لان الماده اللي فيها بتطير بسرعه وكده نقعد ربع ساعه. لو ما استخدمتهاش خلال ربع ساعه كني ملهاش لازمه. ايوه تمام. صفتيها وحطيتيها على المشروب الطاقه ده. وبعد كده نحطها في بخاخه ونرش شعرنا. عايزين نسيبها قد ايه؟ نسيبها ساعه يعني نص ساعه كده، من نص ساعه لساعه. لا انت حطي ودلق وخلاص. 12 ونص يعني. انا قلت 12 تبقى 12. لا نسيبها عشان شعرك يطول. شعر الرجال طويل بس خفيف، شعر الرماس تقيل بس يعني ايه ما بيطولش بسرعه وبدأ يقع. فقعدت ادور في النت على وصفه حلوه زي دي، لقيت رماس جايبه لي الوصفه الخطيره دي. تمام. يبقى الخلاصه كده ايه؟ نعناع، روزماري، وكركديه، وعصير البصل الاحمر. ما عنديش بصل احمر هستخدم بصل ابيض، بس البصل الاحمر يعني ايه حلو. تمام كده خلصتها وسبتها وهلف فوطه عليها واسيبها. ماشي. وايه تاني بقى؟ في كده قلت لي على طريقه تانية تطويل الشعر، وهي الرز. يا ولي اوعى ادونا فرصه بقى. ايوه مش هناكله هنحطه في شعرنا. هنحطه في شعرنا. تمام. هنحطه في ميه ساقعه وسخنه ونحطه في البخاخه وبرده نرشه، بس بعد ما نخلص ده ونشطفه. ماشي بس لازم ننقعه. ايوه طبعا. ايوه بس ده تقيل رز. ماشي. الرز نفسه. لا الرز نفسه لا، ممكن لو حد عنده رز يطحنه. ايوه. وبعد كده ينقعه واليوم التاني يستخدم ميته في الرش، هيطول الشعر قوي. ايوه زي الاسيويين صح كده؟ وبس كده يا رموسه. وهنوريهم النتيجه كمان اسبوعين ان شاء الله. يلا بينا الى فيديو جديد. يلا باي. مع السلامة، مع ألف سلامة، خلي بالك من نفسك، هتوحشني يا حبيب قلبي، مع ألف سلامة. مين دول؟